شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير ياكم، وانتظروا جاتكم حلقة جديدة من هاي اللعبة. طبعا لعبة البحر. شوفوا من البداية عندك هيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من البداية العلامات تسوي شغلات تتجمع من هذين هيك. فهاي اللعبة تعتبر على هاي الشغلات. يعني بس من البداية هسولف لكم القصة من البداية. القصة مالتها من البداية يصير هذا الولد اللي أنا قاعد ألعب بيه يصير هو الطيارة مو هاي تعطلت، فوقعت. هو شاف لي هذا الشي الكفر أنا بإيدي، شاف لي وراها الضوء وشلون يعني يريد يدبه، يعني مثل انتظروا مثل هيك. شفتوا هاي اللعبة تعتبر عن شغلات لازم تاكل. هذه صوته. طبعا اكو بطل ماي، يعني هاي العطش شقد عطشان 26 هيجي. فالاكل يقول لك والله 50. اوكي هسه يعني يلا هسه ردي للعب. طبعا شباب اللي يعرف اللعبة انه بيها شغلات. يعني هلا اعلمكم، هذه هيك تقدر تروح لهاي المنطقة، مثلا تقدر تروح لهذه السفينة، عرفتوا؟ مثلا يعني اكو مناطق ما تقدر تروح لها. شوفوا هسه مثلا هذه الجنب السفينة هذه ما تقدر تروح لها، يحتاجك شغلات يمكن. فهنا على هنا هذا البيت يمكن. شوفوا هذا البيت، هذا طبعا اللي يعرفه صندوق. شوفوا في شغلات الموجودة عندي. هذا هيك قاعد تشوفون الكتابة هاي الصفراء، يعني معناته تقدر تشربها، فهذه تقدر تاكلها. هذه هيك. اوكي هسه صار عندنا تقدر ترجع شغلات. لا تريد ترجع لساني، لا تريد تصير عندك لساني. اللي يعرف يا هي يكتب التعليقات. اوكي يعني هاي اللعبة سببها هيك يصير تتجمع وهون. اوكي نجرب نلعب. هذا صندوق يعني مجرد تقدر تفتح منه شغلات. شوفوا بيه شغلات بالينة سلاح. طبعا تقدر بألون وبهذه أنا هستخدم هذه بعد. نجرب شنو حظنا. بطل ماي نقدر نجرب الثاني يا من هذا الصندوق طبعا. وهذا يصدق سمك خوش. هذا يعني يعطيك شغلات مثلا خشب شي. المهم هاي السالفة هاي اللعبة سالفتها. هذا يحتاج اكس، والاكس يحتاج حبل. ما اقدر اجيب الحبل مدو موجود عندي. هذا شوف هم موجود عندي. حبل مو موجود عندي. شوكليتي هسه اجيب القراص امشي الخشب. هاي طبعا هذه تقدر تصنع من يمها شغلات، مثلا هذا وراه درج، او هذا المتحرك هيك تقدر يعني تصنع شغلات. فاحنا هسه شوفوا هنا مو هذا اللي تصنعه. هنا وين الاكس عندنا هذا اكس، هذا بيكاكس، وهذه موجودة عندي. بعدك شغلات جوا. شوفوا اخر شي هو هذا السلاح، براه مسدس وخروج يعني شغلات.
على ما أطور. أوكي، في الفيديو هاي أعلمكم أصور بعد. وطبعا هاي ديريلي وخرها لازم تشغله هيك شلون يضرب عليها، يعني اتجاه عليها على سنتين تقدر تضربها. فأنا قاعدة أعلم وشغلات أكثر. طبعا سألوني تقولولي هاي ليش حاطها؟ طبعا بالغلط حطيت هيجي هادي ورا حطيتها فبالغلط صار. بس أنا أسوي من هالسالفة هيجي أسوي هيجي، بس هنا أسوي مدخل، يعني هذا مدخل أسد هيك جدار، بس يحتاج شغلة من هنا عنده خشب بوي كلش. هيجي نجيب من هذا، بس هذه أخي نسيت نسوي غرفة مختلفة، يعني بس إن هاي جهة نسوي شباك، يعني في أخي نحط هذه هيك. لا غلطت بالحرف. يلا هخسوه صح. لا ما نسوي خلفات أكيد. نحفظه هذه نقول حطيتها غلط. كم خشبة بعد يحتاجين هذا، يلا نفكر هاي. بس طبعا اللي يعرف شلون هذا قاعد تشوفون هذا شنو؟ دورين هذا باب، طبعا تقدر تسده وتفتحه براحتك. وهذا مثل ما قلت لكم صندوق، هذا يشوي سمك، يعني مثلا شغلاتي بالله نشوف. ادري هذا ادري ما عنده خشبتين يحتاج لنا 5 خشب. لا صندوق بدي 5 خشب دائما والله بدي 5 خشب، وحدة بس باقي لنا 4. هذا صندوق أكيد بي كاتبين بس وحدة صميم. جدا صار هنا ستوري من هنا، مش من هنا، لا هيك ستوري والله الجدار. هذا الباب من هنا عادي. الشمس هاي مش صفة الشمس. هاي ديكم شلون هاي شاتي. يلا تقدر واحد يعني تروح الحرارة، حرارة وبرد مو عادي. يمكن لو كنت يمكن والله كم خشبة صارت عندي 6.
هيك نقدر نشوي هاي وهسه نقدر نسوي الحياة الحقيقية. وصار عندي جدار هيك، هذا يعني ما ينحسب، هذا يعتبر بس الماي هيك. اوكي شباب، طبعا اليد وفلزة. يلا اوكي، وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى عجبكم وبس. مع السلامة. انتظروا لحظة قبل لا يخلص الفيديو، اشتركوا بالقناة تعملوا مشتركين، فعلوا زر اشعارات الجرس قبل ان يوصلكم مقطع جديد من ارسل. مدري شنو، نسيت السالفة كلها. بس مع السلامة.